ايوا يا لاله، وصلتني الاخبار. قال لك الدركيه هي وصاحبتها اللي كانوا كيشطحوا. اصلا هذيك الدركيه عندها الكونت ديال الانستغرام ديالها دايره بريفي، وعندها غير صحاباتها اللي كاينين معاها تما. فداك الشيء علاش هي كتلوح كتقول يعني عادي غير صحاباتي. ناضت وحده من صحاباتها سجلت الفيديو ومشات لاحتو في التيك توك ودارت لهم المشكل. هذا هو اشنو وقع لهم. اما راه ماشي هي اللي مشات هزت الفيديو ولاحتو في التيك توك. واختي اش غديري؟ هاد الشيء راه واخا تكوني دايره كونت بريفي وكونوا غير صحاباتك. وشوفي الصحابات اش تيديروا. هاد الشيء راه ما دايره شي زعما نقولوا كونت بيبليك اللي الناس غيهزوا داك الشيء بريفي. هو اختي راه ما كايناش الثقه في الصحابات، وما كايناش الثقه اصلا في هادشي ديال السوشيال ميديا. الا تكوني واخا تكوني دايره حتى ما عرف ماشي غير بريفي سد عليه بالقفل والساروت. راه اي وحده غتشوفك انك ضاحكه ناشطه خدامه دايره لابسه الكسوه ديال البوليس، راه تجيها الغيره وسي نورمال غتمشي تهز. الله يستر. سي نورمال غادي تمشي تهز لك شي حاجه وتمشي تلوحها في شي بلاصه اخرى. وانتم شفتوا يا اختي. المهم تي حريره واش من حريره وجبدت لها المشاكل ودارت لها المشاكل وهم حطوهم في التحقيق. وشوفي دابا راه غيجيبوا شكون هذيك خيتي اللي هزات الفيديو لحتو، راه غادي يجيبوها. المهم هاد بنت الناس هادي اللي ناضت وحطت لا فيديو ديالي انا وهامي بالتري ومشات بارطاجاتها. اش غنقول لك اختي؟ انا ما عرفتش، انا بيرسونيلمون ما عرفتش شنو استفدتي ياك من غير انك جابد لنا صداع مقود. وما عرفتش شنو ربحتي. ما عرفتش شنو ربحتي وحق الرب. يعني انا تنثق فيكم ياك وتنحط ستوريات